ده مش مجرد سندوتش برجر، ده سندوتش برجر غرقان في بحر جبنه سايحه من كل ناحيه. فلو انت من عشاق الجبنه والصوصات فالمكان ده هيبقى ادمان ليك بجد. اعمل سيف ومنشن لاصحابك عشان هقول لكم على مفاجاه في الفيديو ده. والمكان ده اسمه بروكلين في شبين الكوم وفاتح في المنصوره وطنطا، بس انا رحت فرع شبين الكوم اللي في شارع باريس. الدور الارضي بيبقى الكاشير والمطبخ، والدور الثاني بتبقى القعدات كلها بفايبس حلوه جدا، والمكان كله اصفر فاصفر كده، وفي كيدز اريا كمان، وعندهم كمان قعدات حلوه جدا زي البلكونه منها للشارع على طول. انا طلبت كام ساندوتش كده من المنيو علشان اجربهم واقول رايي فيهم. واول ساندوتش بدات بيه كان ساندوتش التشيكن باربيكيو بيف بيكون وجبنه شيدر احمر وقطعه الفراخ والخس. اول حاجه عجبتني بقى وكانت مميزه ان تتبيله الفراخ بتاعتهم مميزه جدا يا جدعان، والبريدنج ذات نفسه مش تخين فانت حاسس بطعم الفراخ. جربت كمان البطاطس مع صوص الباربيكيو كان طعمها حلو جدا. دخلت بقى على تاني ساندوتش، هو ساندوتش الفولكانو. الفولكانو دوت ساندوتش برجر متغرق في بحر جبنه سايحه، فلو انت بتحب اللغوصه والحاجات دي كلها فالساندوتش دوت هيبقى مناسب ليك جدا. دخلت بقى على تالت